ازاي اتغلبت على الرهاب الاجتماعي؟ الحقيقه ان انا من اكتر الناس اللي في الدنيا اللي كانت بتعاني من رهاب اجتماعي، لدرجه ان انا لو عديت في الشارع وقابلت جروب، هو الجروب ده كله بس عباره عن ناس من قرايبي او جيراني، لا عارفاهم كويس وهم عارفيني كويس، مش برمي حتى السلام. يعني كنت بمشي كده وضربات قلبي تزيد قوي وبحس ان انا خايفه ومتوتره وامشي وبتاع. طبعا الناس دي كانت بتزعل وتيجي هنا لاهلي بقى وبتاع، واللي هو ليه نور مش بتكلمنا ومش بترد علينا، واهلي بقى احنا ربناكي على كده يا بنتي الاصول ومش عارف ايه وعيب والكلام ده. والحقيقه ما كانش حد عارف انا بعمل كده ليه، حتى انا يعني انا ما كانش عندي وعي انا بعمل كده ليه، وما كنتش اعرف يعني ايه رهاب اجتماعي ولا كان في وعي ولا كل الكلام ده. كبرت شوية طبعا وبدأت إن أنا أقرأ وبعرف إن في حاجة اسمها رهاب اجتماعي. وطبعا طول ما أنا قاعدة بقرأ اللي هو ماسكة الورقة كده في الكتاب يعني أنا بقرأ اللي هو أيوة ده عندي، أيوة ده عندي، أيوة ده عندي. عديت على كذا حاجة كده وكل حاجة فيهم أي ده بجد ده أنا. يعني لحد ما وصلت إن هو ده انت شخص عنده رهاب اجتماعي اهو. طب ازاي نحله؟ مفيش يعني ما توصلتش ان انا احله او كل ده. طيب بدأت إن أنا أشوف أنا عندي رهاب اجتماعي ليه؟ يعني ليه بمشي كده متوترة؟ وأنا من الناس اللي كانت بتيجي ماشية في الجامعة كده كانت بتجري بجد، يعني كنت بخاف من الناس اللي في الجامعة وكنت باخد بعضي وأجري. وكان عندي نضارة سودا كده، استنوا، دي كنت بلبسها وأنا داخلة كده وأجري يعني بيها وأدخل أقعد في كورنر كده، ميعاد السكشن أطلع ميعاد المحاضرة أطلع بس. مش عايزة أفاجئكوا بس على الصعيد التاني أنا شخصية اجتماعية جدا يعني مش عارفة دول الاتنين كده جايين مع بعض ازاي، أنا مش عارفة. يعني شخصية اجتماعية قوي وشخص مش بيحب التجمعات، بس أنا كنت من النوع اللي ممكن أقعد مع تلاتة أربعة كده مع جنب لوحدهم وتلاتة أربعة مع جنب لوحدهم، لكن كل الناس دي لو أنا عارفاها كلهم في وقت واحد كنت بتوتر. بدأت بقى أحس إن هو ليه أنا بتوتر لما بشوف الناس دي. لقيت إن هو كلها أفكار في دماغي، اللي هو فكرة حد بيبص عليا، حد بيبص على شكلي، حد بيبص على طريقة كلامي، كل الكلام ده. فطبقت قاعدة مهمة جدا أنا اللي اخترعتها: محدش مهتم. محدش مهتم. لابسة كذا وراح محدش مهتم. بتتكلمي بالطريقة الفلانية محدش مهتم. ماشية بالطريقة الفلانية محدش مهتم. لما بدأت أطبق إن محدش مهتم بدأت أدخل فعلا ومحدش مهتم محدش مهتم. يعني ما الناس كتير جدا، يعني مين اللي ممكن يقعد يركز معاكي في حياتك قوي كده بالظبط؟ دي كلها مخاوف هنا، يعني كلها مخاوف جوه بس متظهرش الأرض الواقع. كمان فكرة ان هو حتى لو حد مهتم، يعني حتى لو واتف ان ممكن يكون في حد مهتم، طب ما الحد المهتم ده طب ما يهتم طب ما يركز معايا. انا ايه اللي مخليني متوترة قوي كده؟ مش ده ستايلي؟ حد مثلا مش عاجبه ستايل لبسي، ده ستايلي. عندنا مرايات في بيتنا على فكرة بنبص على نفسنا قبل ما ننزل. ففكرة ان هو الشخص ده مش عاجبه لبسي، طب ما مش مهم. بدأت أطبق برضه قاعدة اللي هو إيه مش مهم. طب ما اتكلمت بطريقة وتلعثمت فيها مش مهم. قلت رأيي وطلع غلط مش مهم. قلت حاجة كنت متخيلها معتقد جامد قوي وطلعت مش صح مش مهم. كل ده مش مهم. يعني ما خلاص ما مش مهم فعلا. بدأت أحس إن أنا عندي مشكلة في نفسي في الشخصية نفسها. يعني لقيت إن هو أنا مش عارفة مين نور، أنا مش عارفة مين نورهان. فبدأت بقى إن هو إيه ورقة وقلم كده واكتبي معايا يا ست الكل مين الشخصية اللي إحنا لابسينها دي يعني ماشي تمام أنا عارفة إن انتي نورهان وعندك كام سنة وبرج الميزان ومش عارف ايه والكلام ده، بس انتي مين يعني؟ فبدأت بقى إن أنا ايه أعرف مميزاتي وأعرف عيوبي وأعرف مين أنا وتقبلني كده بكلي على بعضي. الموضوع خد وقت طبعا، مش بالبساطة اللي أنا بتكلم فيها دي. وطبعا ان مش بالبساطه برضو لما انا طبقت قاعده ما حدش مهم ما حدش مهتم ومش مهم، ان انا بدات ان انا ادخل مع الناس بسرعه او ان انا اندمج في المجتمع قوي او ان انا ما يكونش عندي رهاب بسرعه يعني. هو بس الموضوع بيبقى عايز ان الانسان يرمي نفسه. يعني انت عارف انت مثلا يكون حد بيتعلم سباحه، فالحد اللي بيتعلم سباحه ده هو خلاص اتعلم سباحه كويس فلازم ينزل بقى يجرب. فاللي هو تلاقيه واقف كده وكاشش كده قدام الحمام السباحه، هو مش عارف ينزل، فيجي حد من ورا يديله البش دي فيوقعه.
فساعتها بيعرف فعلا هو ان هو اتعلم سباحة، بيعرف ان هو بيعرف السويمنج كويس قوي. يعني ساعتها كده بيدرك ده. فلما بيدرك ده بيبقى عايز يروح يشكر الشخص اللي عمل الدفعة دي، لانه لولاه ما كانش هيعرف ينط. فما فيش حد هيجي برضو يخليك تنط في وسط المجتمع، فالشخص اللي هنعتبره ان هو بيزقك هو انت. ارمي نفسك في مخاوفك، اي حاجة بتخاف منها حاول تجربها. يعني دي من الحاجات اللي ساعدتني جدا في الحاجات اللي انا عندي فوبيا قوي فيها، ان هو انا عندي فوبيا من حاجة معينة، طب ارمي نفسك بقى وبعدين نشوف. فكانت بتجيب معايا نتيجة برضو. فالإنسان اللي بيرمي نفسه في الحاجة وبعدين بيحاول، أصل محدش هيجي يحاول لحد، من الآخر يعني. مهما كان الإنسان بيحبك جدا، مهما كان الإنسان معاك جدا، هو الإنسان ده مش انت اللي عايش مع نفسك طول الوقت. انت اللي لازم تصلح عيوبك، انت اللي لازم تشوف الأنسب ليك. لأن يعني هقول ايه ان مهما كان حد بيحبك محدش هيحبك اكتر من نفسه يعني. يعني محدش هيعزك اكتر من نفسك، محدش هيخاف عليك اكتر من نفسك. فانت اللي مخفتش على نفسك محدش هيخاف عليك مهما كان بيحبك. هي ده قانون الحياة، يعني رحلة فردية تماما يعني. فالإنسان الوحيد اللي بيقعد معاك من ساعة ما بتتولد لحد ما بتيجي تموت هو انت. فخلاص يعني لازم تتقبل بقى الشخص اللي انت معاه ده. والشاطر اللي يرمي نفسه في مخاوفه، الشاطر اللي يبقى بعد يعني يكون مليان عقد وكلاكيع كتير قوي، ويجي مرة واحدة ان هو يطلع منها ويبص يلاقي نفسه اتغير تماما. يعني عمل مجهود كده في نفسه. ده الشاطر اللي يستحق يقول لنفسه ثانك يو على كل حاجة. الحقيقة انا مش عارفة كان ممكن اقول ايه تاني ما قلتوش. بس الانسان مراية نفسه، ومحدش هيشوفك جامد الا لما انت تكون شايف نفسك جامد. لو انا دلوقتي خايفة وحاسة ان انا متوترة، هتلاقوني قاعدة بهز في رجلي، قاعدة عاملة كده ومش عارف ايه وبتاع. لما تلاقوني واثقة من نفسي هتلاقوني قاعدة عاملة كده وبتكلم واثقة من نفسي. انا اللي بدي انطباع للي قدامي يشوفني ازاي، وانا اللي بديله انطباع انا مين. فانت مراية للناس، الناس بتشوف اللي جوه. انا كنت قرأت مقولة كده كانت بتقول ان الحصان، لما الإنسان اللي بيبقى خايف من الحصان ويقعد عليه وتوتره يتنقل للحصان، الحصان بيوقعه خالص يعني بيقلبه. لكن لو قاعد واثق فوق الحصان، الحصان بيبقى ثابت ويتجاوب معاه. الحصان ده حيوان وقدر ان هو يقرأ لغة جسد إنسان، ما بالك بقى بإنسان غيرك. لغات الجسد بتفضحنا كلنا، وكل واحد أي كلمة بتقولها على نفسك قدام الناس ده بتدي انطباع بشكل أو بآخر. كل حاجة بتعملها برضو بتدي انطباع بشكل أو بآخر. فحاول طول الوقت ان انت تستثمر في نفسك، لان الاستثمار في النفس هو اهم استثمار في الدنيا دي كلها يعني. وبجد ثانك يو لو انت وصلت لحد هنا، بجد يعني مش عارفة اقولك ايه. ولو انتوا عايزين أو اكلمكم في اي حاجة تانية او عايزين تعرفوا اي توبك نتكلم فيه، ممكن تكتبولي في الكومنتس. و thank you. باي.